اقسم بالله اللي هقوله لكم في فيديو النهارده ده ما في مخلوق في الدنيا هيقوله لكم، ولا حد في الدنيا هيديكم كل المعلومات وكل الاسرار اللي هديها لكم النهارده. هعلمك ازاي تعملي مشروع وانت قاعده في بيتك من غير ما تنزلي ولا تخرجي ولا تروحي ولا تيجي يكسبك ذهب. اقسم بالله ده اول مشروع عملته في حياتي وانا بنتي كان عندها سنه، من 2017 صح يا خليفه؟ كان 2017 انا وانت والله العظيم اول مشروع عملناه قسما بالله كسبنا منه ذهب. انا ما كنتش بنام حرفيا بسبب فرحتي بالفلوس اللي كنا بنمسكها. كان جوزي بيشتغل طول النهار وانا قاعده على التليفون، ويخلص يجي بالليل نقفل الشغل انا وهو ونسلمه. مشروع ايه بقى يا حوريه؟ صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. امانه عليكم تحطوا لايك للفيديو ده علشان في مشاريع تانية كتير. والله يا جماعه ربنا شاهد وعارف ان ما في حد في الدنيا يقول لكم الاسرار اللي هقول لكم النهارده دي، وهتدعوا لي بجد من قلبكم، مش هقول لكم اكتر من كده. فحطوا لايك للفيديو، شجعوني كده علشان انزل لكم بافكار كتير قوي بجد هترضي ربنا قبل اي حد. تمام كده؟ لو انت مش هتستفادي من الفيديو شيريه لاصحابك، شيريه لاخواتك، يمكن حد يستفاد ويجعله مصدر رزق ليه بسببك. بصوا بقى ايه هو المشروع؟ مشروع النتيجه. مشروع النتيجه ده بدا معايا بايه؟ تخيلي كده لما تعملي النتيجه القمر دي اهي، تخيلي لما تعملي نتيجه قمر كده، تابلو بصورتك انت وجوزك، او انت واخوكي، او انت وامك، او انت وابوكي، او مثلا حد متوفي الله يرحمه، او حد مثلا اطفالك، او تخيلي لما تعملي نتيجه كده تعلقيها في بيتك. الله يرحمك يا عم طه، يا رب يحسن اليك. لما تعملي نتيجه زي دي كده وتحطيها في بيتك وتعلقيها وتفضل عندك العمر كله، كل اللي هتعمليه كل سنه ان انت هتغيري البلوك ده بالبلوك بتاع السنه الجديده. بصوا ووتر بروف، ما بتتاثرش بالميه. بصوا كده اوريكم الميه. بصوا لي كده، دي الكرتونه اهي. بصوا لي بقى الميه، بسم الله اهي، شايفين الميه اهو. بصوا ظهرها مستحيل ووتر بروف يا جماعه اهو. بصوا اهو تمام. بصوا كده الرينج لايت بس ضارب فيها. بصوا كده الظهر بتاعها ما اتبلتش ولا اي حاجه خالص، تعيش عندك وتعمر العمر كله. لو مش هتعمليها مشروع تقدري تعمليها لنفسك في البيت ولاخواتك ولحبايبك، وتعملي لهم هديه او مفاجاه. قدميها لحد مثلا لسه عريس، لواحده مخطوبه، لواحده لسه والده بابنها النونو او كده. تمام. تقدري تعمليها بالصور العاديه اللي زي كده، تقدري تعمليها كمان بالكرتون او بالرسومات الكاريكاتير دي زي كده. بتكلفك كام النتيجه دي كلها من اول ما بتبدايها لحد ما بتخلصيها؟ بتكلفك 24 جنيه بس. تبيعيها بكام؟ والله العظيم لو بعتيها ب 150 جنيه قليل. والله لو بعتها 150 جنيه قليل. احنا بنصور كارت كده ب 80 جنيه و 90 جنيه. فعشان تجيب نتيجه كرتون ووتر بروف وتفضل عندك طول السنه وتستفادي منها، وكمان الله اعلى واعظم العزه لله، وكمان تفضل عندك طول العمر تغيري البلوك كل سنه، فبصراحه لو انا عن نفسي لو هشتريها 150 جنيه يا بلاش. تقدري تبيعيها بقى بالسعر اللي انت عايزاه انت وشطارتك على حسب الفئه اللي بتتعاملي معاها. انا على ايامي كانت بتكلفني 7 جنيه ونص من 8 سنين، وكنت ببيعها ب 15 جنيه. انت بقى بيعها بالسعر اللي انت عايزاه، كل وقت وليه اذان. حطوا كده لايك للفيديو، انا عارفه انا رغيت كتير بس بجد الموضوع يستاهل. ويلا بينا نصلي على النبي وهوريكم بالتفصيل بتتعمل ازاي وكل حاجه بتتجاب منين وكله بمرض الله. مش عايزه منكم غداعه وحلوه. اول حاجه تاخدي الصوره تعملي لها الايديت. لو هو عايز الصوره زي ما هي، يعني مثلا صوره واحد متوفي عايزه احطها وراها كعبه، مفيش مشكله خالص. بتخشي على برنامج وبتحطي صوره الشخص ده على الكعبه. مثلا واحده معاها بيبي وعايزه تحطه في جنينه، هو مثلا متصور قدام كنبه، متصور في الارض عادي وعايزه تحطه في جنينه. في برامج كتير جدا للاديت، ممكن تحطي عادي الطفل ده في جنينه، ممكن تحطيه على مرجيحه، ممكن تحطيه في الملاهي، في اي مكان انت عاوزاه. تمام. طيب واحده عايزه تحط صورتها وصوره بنتها، تقدري تعملي ده برضو بالبرنامج اسمه بيكس ارت. البرنامج ده كلنا كصناع محتوى بنعمل عليه مونتاج للصوره. انا مش هحط لك اي لينكات لاي برامج علشان ما حدش يفكر انا بعمل دعايه او ده اعلان لبرنامج او لابلكيشن او اي حاجه. كل حاجه ابحثي عنها بايديكي وطلعيها. اهم حاجه في الموضوع ان الصور تكون جاهزه معاكي على الطباعه، يعني الصور تكون متجهزه من وانت في البيت، عامله كل الخطوات. عايزه تجمعي صورتين مع بعض تجمعيهم، عايزه تحطي صوره مع خلفيه مختلفه تحطيها، عايزه تكتبي حاجه على الصوره، يعني مثلا حد عايز يكتب ابني حبيبي، حد عايز يكتب الله يرحمك يا حبيبي، حد يكتب وحشتاني، اي رساله عايزه تكتبيها تكوني مجهزه الصور قبل ما تروحي المطبعه. هتروحي المطبعه بقى هتطبعي الصور. طبعا كل محافظه او كل مكان ليه مطبعه بيطبع فيها، بس ما بتكونش اي مطبعه. لازم المطبعه تكون بتطبع ورق اوشيه، اسمه اوشيه يا خليفه صح؟ ورق اوشيه. تمام. بتعملي ايه بقى؟ بتطبعي الورق الجميل ده. الصور بتاعتك اهي. بصوا لي كده، استنى هفرجها. بصوا لي مثلا دي اهي، الصوره دي بص انا مش عايزه اعملها كده عشان بس الرينج لايت. الصوره دي اهي بتتباع بكام بقى؟ ب 9 جنيه. 9 جنيه. بصوا خامتها ما شاء الله، بصوا خامتها تحفه يعني ما شاء الله. عندي دي كمان، دي كرتونيه
اهي برضو بصوا ما شاء الله خامتها تحفه. لو عايزه تطبعيها بالسلوفان ده اللي هو الكيس البلاستيك ده علشان تكون ووتر بروف برضو بنفس السعر. لو عايزه تطبعيها من غير ده برضو مفيش مشكله. عايزه اقول لكم ان والله العظيم انا عندي نتائج من حوالي مثلا 5-6 سنين لسه موجوده لحد دلوقتي وسليمه وتمام عند ستي وكده يعني. بصوا كمان دي اهي اهو برضو مطبوعه. بصوا ما شاء الله خامتها تحفه. عايزه اقول لك بقى بعد ما طبعنا الصوره وخدنا الصوره وانت واقفه في المكتبه بتبعتها له على الواتس بيديك الصوره مطبوعه وهو بيبقى عارف مقاس النتيجه تمام. ولو حد في الجيزه وعايز المكتبه اللي بطبع فيها يكتب لي برضو واقول لكم المكتبه وعنوانها بالتفصيل وكل حاجه تمام كده تمام. طيب بنعمل ايه بقى تاني بقى؟ مكتبه قمر 9 او مكتبه كريستال او سمير وعلي اي مكتبه كبيره بتقولوا له عايزه ورق نصبيان. ورق نصبيان الورقه برضو ب 9 جنيه صح؟ الورقه برضو ب 9 جنيه. بيتباع فين بقى؟ ده نفس ورق النتيجه بالظبط ماشي اهو. بيتباع في قمر 9 او في مكتبه كريستال او في مكتبه سمير وعلي اي مكاتب كبيره. وكمان بيتباع في الفجاله. بصوا ورق نصبيان يا جماعه. بصوا شايفين السمك بتاعه اهو اهو زي ورق النتيجه بالظبط. خلاص كده جبنا الصوره وجبنا ورقه النتيجه. هنجيب ايه تاني؟ اكيد البلوكات. وبما اننا لسه السنه الجديده ما بداتش وكنت عايزه اعمل لكم الفيديو عشان تلحقوا لو هتشتغلوا فما لقيناش بلوكات غير بتاعه السنه اللي فاتت. ودي الحاجه الاساسيه في الموضوع البلوكات. البلوك ده اللي هو بيكون مكتوب فيه مواعيد الاذان والتاريخ والكلام ده كده عارفينه يعني اسمه بلوك. ده جايبه منين؟ ده جايبه برده من المكتبه وبيتباع في الفجاله بس هو ما لقاهوش بسهوله لانه ده 2025 لسه بتاع 26 بينزل كده في اواخر شهر 9 عشان كده حبيت اعمل لكم الفيديو ده تمام. ده 2025 بتتباع بقى بكام البلوك من ده؟ بيتباع ب 5 جنيه. هتجيبي من ده البلوك ب5 النصبيان ب9 والصوره ب9 ادي 23 جنيه تمام كده 23 جنيه. طيب هنصرف ايه تاني؟ هنصرف كليبس اللي هو العليقه. استنوا عايزه اقول لكم ان والله دول عندنا من ايام ما كنا شغالين في المشروع ده والله وربنا شاهد. بصوا كده كان جوزي بيجيب مثلا الواحد فيه كتير 100 وحاجه 200 وحاجه 15 جنيه. لا ده غالي. في من تاني الصاج رخيص جدا 15 جنيه. كان في مثلا 50 ب 15. بصوا بيقول لي في نوع تاني صاج ال 50 واحده ب 15 جنيه. زمان بقى الله اعلم دلوقتي. ده كان زمان ايام ما كنا شغالين. دلوقتي يعني يوم ما هيكون غلي قوي هتقف الواحده بجنيه. قولي بجنيه ماشي اهي. دي بتكون علقه كده. هوريكم دلوقتي تصنيع النتيجه من الالف للياء. هوريكي بقى ازاي تعمليها من اول الصوره لحد ما تسلميها للعميل شكلها بيكون عامل ازاي تمام. مش عايزه منكم غير دعوه حلوه ليا ولجوزي الله يبارك له يا رب ان هو وافق على الفكره لان بصراحه يعني دي كانت سر المشروع حلو جدا بالنسبه لنا. فلو كنا فكرنا نشتغل فيه السنه دي عايزه اقول لكم كان هيحقق لنا مكاسب مش طبيعيه بفضل الله. بس انا حبيت ان انا افيدكم بيه لان الحمد لله ربنا جعل لنا مصدر رزق تاني فتكون مصدر رزق لحد او واحده تعملها لنفسها او لعيالها وتفرحهم. يكفي بس دعوتكم مش عايزين اكتر من ده. تعالوا نشوف ابو موسى هيعمل لنا النتيجه ازاي. ده ايه؟ غيره. وده ايه؟ وده غيره. حطينا شويه من ده وخفيناه بشويه ميه سخنه. ماشي. بصوا المسطره دي اقسم بالله اللي كنا بنشتغل بيها ليها ذكريات معايا. كنا بنشتغل بدي ايام الكحرات والله العظيم علينا ب 7 جنيه النتيجه. كانت بتقف علينا 8 جنيه 7 جنيه ونص. كانت بتقف علينا 7 جنيه ونص وكنا بنبيعها ب 15 جنيه. كنا بنلف بالمكنه علشان نوصل للناس في بيوتها قسما بالله. ربنا كريم ربنا جميل. بصوا بقى طب اشرح لهم. هناخد النصبيان تمام لازم على لوح ازاز او على بلاطه او على حاجه ما تبصش من القطر. خلاص خدنا النصبيان هنحط عليه مش هتقص دي؟ لا. هنحط عليه غيره متخففه بشويه ميه سخنه. شويه غيره متخففين بميه سخنه ويا رب الصوت يكون واصل لكم وحلو. حطي دهنه بسيطه قوي. مخترع يا جماعه اقسم بالله هو اللي اخترعها والله. كنت انا بالصدفه بطلب من واحده اونلاين ولقيتها عامله نتيجه بس ما عليهاش الصوره نتيجه ومكتوب عليها الاسم. قلت لها ما ينفعش تحطي عليها صوره بنتي. كانت بنتي لسه مولوده وجايه بقى ايه ما اقولكوش بقى كانت خوخه بعد دوخه. فقلت ايه ما ينفعش تحطي لي صوره بنتي. قالت لي لا والله صعب. راح هو سمعني وانا بكلمها قال لي انا عندي فكره ممكن اعمل لك كده وفعلا عملها لي وساعتها كسرنا. دايما يبقى في فوطه مبلوله كده. فوطه مبلوله عشان غيرها صح؟ ماشي. وانتي بتسكني الورقه اهم حاجه ما تخليش هوا يدخل يعني تكون ايدك سريعه. بصوا القماشه مبلوله وبنشغلها على الصوره عادي ما فيهاش اي مشكله لان الصوره زي ما قلنا ووتر بروف.
زمان بقى كنا عاملين المشروع ده، وكان معانا نسرين لسه بيبي زي ما بقول لكم، وكان هو يقعد يلزق كده بعد ما بيجي من الشغل بالليل، يجي هو يقعد يلزق كده، وانا طول النهار بقى باخد الاوردرات من الناس وبجهز المواعيد وبجهز العناوين وبعمل مونتاج للصور والكلام ده كله. يجي هو بالليل يقعد يقطع كده وانا اعمل البلوكات. بصوا بقى بنقطع اي زيادات في الجوانب اذا كان من النصيان او من الصوره، علشان تطلع ان هي كانها مطبوعه، ما تبانش ابدا ان هي ايه ملزوقه ولا حاجه. في ناس كتير قوي متابعيني على الصفحه دلوقتي كانوا بيشتروا مني نتائج زمان، يدخلوا يكتبوا لي في الكومنتات. بصوا بقى بقطر، هي الفكره ان الموضوع ده عايز راجل، لان انا ما اعرفش اعمل الحركه اللي بالقطر دي بصراحه. قطعها كويس قوي. في فكره مشروع تاني حاجه بتشتروها غاليه جدا 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 للمدارس، وانا بفضل الله بعرف اعملها. لو حابين اكتبوا لي في الكومنتات، مش هحرق لكم الفكره عشان ما حدش يسرقها ويروح يعملها لكم، عشان تكون اكسكلوسيف عندي وحصري، فاكتبوا لي لو عايزين. بصوا قطعت الدوران داير صح؟ تمام. انا عامل ايه بقى؟ المفروض دي اصلا احنا يعني انا هعملها كده قدامكم، بس هي المفروض بقى بعد كده عامل المشمع ده، بقوم حاطط المشمع ده كده، والنتيجه اللي بعديها بحطها واوسع نسرين. يعني اخلص دي واحط دي كده، واحط المشمع برده تاني وواحده تاني لحد ما اخلص خالص. لو انا مثلا عاملها بالليل بسيبها لتاني يوم الصبح. بس عليهم حاجه تقيله، عليهم حاجه تقيله بقى عشان خاطر دي تتكبس كلها ببعضيها. باجي في الاخر خالص بحط حاجه برده حته ازاز بنفس النتيجه، مساحه النتيجه يبقى ازاز تحت وازاز فوق، واحط عليهم اي حاجه تقل. يعني ايه تقلها؟ تقوم الصبح تلاقيها ناشفه، ايه ما فيهاش اي، كانها ميه واحده. كانها ميه واحده. بس احنا عشان الفيديو ينزل لكم وعشان تلحقوا هنقفل وبعد كده نبقى نحطهم. دي العليه اهي، قرب لهم يخافوا اقول لهم ان هي بتتعمل سهل. لا تعالى دي كده وبيتداس عليها كده ببنسه سهله خالص، تبقى هي دي العليه. بصوا بقى البلوك بيتحط تحت خالص كده، لا بس خليه تحت عشان مش حامين. ايوه خليه كده، ايوه كده. حلوه قوي حلوه قوي بجد، فكرتني بايام الكحرته يا ولاد والله. كنت انا بقى اللي بدق البلوكات دي وبعلق العلاقات، هو كان بيقعد يكبسهم لي ويسيبهم، وانا بقى اعلق العلاقات. بصوا الجمال يا خوش على الكياتة والقمر، عسولة خالص. دي معمولة كرتونية زي ما اتفقنا، هعمل لكم واحدة كمان بقى مش كرتونية اهو. بصوا شكلها، قولوا لي بقى دي مكلفاني 24 جنيه بالظبط بالغيرة بكله. يعني علبة الغيرة ب 30 جنيه او ب 35 جنيه ممكن تعمل لك 50 نتيجة. طب يا حوريه بقى انتي مشهوره وتقدري تبيعي النتائج دي ببساطه وبسهوله. عايزه اقول لك ان انا لما بداتها كان من 8 سنين، اقسم بالله ما كان اي حد يعرفني. عملت ايه بقى؟ عملت صوره واحده بس او نتيجه واحده بس بصوره بنتي، كانت بنتي عندها بتاع سنه كده، ورحت منزلاها على الجروبات وعلى الدنيا كلها على الفيسبوك، على كل الجروبات المجانيه. يا جماعه كتبت كده يا جماعه عايزه تقدمي هديه لاختك لبنتك لحبيبتك، تقدمي هديه لعروسه، مفيش اجمل من كده، وب 15 جنيه بس باي صوره تحبيها، ممكن تحطي صور العيله كلها. عملت بوست زي كده ونزلته، قسما بالله كان بيجي لي طلبات مش طبيعيه. في واحد في يوم اخد مني 150 نتيجه، والله العظيم يا جماعه زي ما بقول لكم كده. ده حبيبي، ده حبيبي وابن حبيبي، وده حبيبي الله يرحمه ويسامحه يا رب، ادعوا له بالرحمه. وادي حبايبي شكل النتائج بعد ما خلصت اهو، بسم الله ما شاء الله. ادعوا لعمتها بالرحمه، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له يا رب، هو وجدي وخالي وستي واموات المسلمين جميعا. وبابا ربنا يخليه لي يا رب، يحفظه ويحميه. وحبيبي وصاحبي اخويا ربنا يخليه، واختي حبيبتي ربنا يخليها هي وعريسها القمر، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. ماشي. وانا وصاحبي بقى التاني بصوا الحمد لله عملناهم. وعايزه اقول لكم فعايزه اقول لك ان الموضوع سهل وبسيط. حالا روحي اعملي نتيجه واحده بس بصوره حد كده عندك، طفل او بيبي او حد، صوره تكون ملفته كده، ونزليها على الجروبات واستني الشغل. وعايزاكي تدعي لي، اي حد عايز اي سؤال يكتب لي على الخاص وانا عينيا ليكوا، مش هتاخر عنكم في اي طلب خالص. تقدري كمان تعمليها تابلو زي كده بدون بلوك وتبيعيها بسعر اقل شويه، تقولي لهم تابلو بالمقاس ده. بصوا ما شاء الله يا جماعه والله هتكسبوا ذهب. شوفي ب 24 جنيه تقدري تبيعيها ب 150 جنيه واكتر كمان، وبس كده.